ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعمل شويه تفريزات، وكمان هنعمل محشي، وكمان هنعمل شوربه من غير ولا لحمه ولا فراخ تسقي بيها المحشي بتاعك. تعالى اقولك ازاي تعملي الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي بتاعنا الجميل. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هنفرز طبعا السبانخ والفاصوليا بتاعتنا. السبانخ طريقتها سهله خالص، بتجيبيها وتنضفيها وتغسليها غسله حلوه طبعا، وتروحي مقطعاها وتحطيها في المصفى. بعد ما تتصفى تروحي مكيساها في اكياس. هي دي طريقة تفريز السبانخ، سهلة خالص ولا بتحط لها اي حاجة، وبتفضل عندك. اهو شايفين انا كده جبت السبانخ ونضفتها وغسلتها غسلة حلوة لانها بتبقى مليانة رملة، وصفتها واديني بعبيها في اكياس. تجيبي الكمية طبعا اللي انت عايزاها. انا جايبة بس كيلو ونص، احطهم بس في الفريزر عشان لما اجي اعمل اكلة تبقى جاهزة عندي وسريعة. طبعا انتي لو عندك ديب فريزر هاتي الكمية طبعا اللي تريحك وحطيها عندك في الفريزر تبقى جاهزة عندك. كده خلاص خلصت التفريزة بتاعت السبانخ. تعالوا كمان هنعمل الفاصوليا بتاعتنا وهوريكم ازاي يطلع لونها اخضر وجميل، وبيفضل لونها اخضر زي ما هي في الفريزر. وبعديها هنعمل الخلطة الجامدة للمحشي، وهنعمل كمان الشوربة اللي من غير ولا لحمة ولا فراخ. بص طبعا احنا حاطين المية على النار وهنعصر فيها ليمونة، واول المية ما تغلي هننزل طبعا بالفاصوليا بتاعتنا. طبعا احنا غسلينها ومقطعينها زي ما انتم شايفين. يا دوب بس هتقلبيها، شايفين الخضار بقى؟ يا دوب هتقلبيها تقلبتين كده وتروحي مطلعاها. تكوني محضره في الحوض طبعا المصفى بتاعتك، وتفتحي عليها الميه وتكبيها طبعا على الميه على طول من الحنفيه تبرديها. هي بتطلع من السخن على الساقع على طول. شايفين؟ هي دي طريقه تفريز الفاصوليا بتاعتنا، وهوريكم اللون بتاعها هيبقى اخضر ازاي. طبعا ميه وليمون بس على النار، والمية اول ما تغلي تروحي حاطه الفاصوليا عليها، تقلبي قلبتين وتروحي مطلعاها على طول على الحنفيه. وكده تكوني خلصتي الفاصوليا بتاعتك. شايفين بقى الخضار والجمال؟ شايفين لونها اخضر ازاي؟ وبتفضل عندك في الفريزر بنفس اللون. سيبيها تتصفى طبعا وتروحي حطها في اكياس وتحطيها في الفريزر. وبتعملي البسلة برضه بنفس الطريقة. كده خلاص عملنا السبانخ وعملنا الفاصوليا. تفرزي الحاجة بتاعتك وتحطيها في الفريزر الكمية اللي انت عايزاها. كده خلاص بنعبي الفاصوليا بتاعتنا بعد ما بردت خالص وتصفت. ادي كده طريقة الفاصوليا وطريقة السبانخ. التفريز بتاعهم سهل جدا وبيفضل عندك لونه اخضر لحد ما تطلعيه وتستعمليه. تعالوا كمان نعمل خلطة المحشي بتاعتنا الجبارة، وبعدين هنعمل الشوربة اللي هي من غير ولا لحمة ولا فراخ، وتسقي بيها المحشي ويطلع عندك المحشي جميل جدا وطعمه حلو. طبعا احنا متعودين على المحشي بتاعنا بنحط له طماطم كتير وبصل كتير. اول حاجة هعملها هجيب 5 بصلات او 4 بصلات. انا جايبة 4 بصلات، احط زيت طبعا واخرط البصل بتاعي. وانا بعمل كيلو رز بحط عليه 2 كيلو طماطم او كيلو ونص طماطم. المحشي عشان يبقى حلو بيبقى لازم يكون بصل كتير وطماطم كتير. وكده خرطنا ال4 بصلات، هنرش عليهم ملح ونقلبهم لحد ما المية تنشف من البصلة، وننزل عليها بشوية الزيت. حط شوية زيت حلوين كده وتحمري البصلة بتاعتك. وكده نكون عملنا الخلطة بتاعتنا. وهنسوش ما تنسوش ان احنا هنعمل الشوربة بتاعتنا النهاردة من غير ولا لحمة ولا فراخ، وهتسقي بيها المحشي وهيطلع معاكي المحشي تحفة وطعمه جميل. خلاص كده البصلة خلصناها، هننزل عليها بالثوم، وهنحط شوية التوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة ونص من كل حاجة. معلقة ونص كمون، وفلفل اسود، وكمان كزبرة. ادي الفلفل الاسود وكمان الجنزبيل، يبقى تحطي كمون وكزبرة فلفل اسود وجنزبيل. وطبعا احنا نزلنا بالثوم، هنقلب الثوم مع التوابل بالبصل. ده شوية نعناع ناشفين هنحطهم في الاخر بيدوا طعم حلو جدا للمحشي. هتقلبي طبعا الثوم والبصل والتوابل مع بعض. وهننزل طبعا بالطماطم بتاعتنا اللي احنا مقطعينها. متعودة تضربيها في الخلاط تعمليها صلصة اللي يريحك. انا بقطع الطماطم واحطها متقطعة في المحشي.
تحسي كده بالطماطم واحنا بناكلها مع الرز بيبقى طعمها جميل. وظبطي الملح بتاعك، وقبل ما تحطي الرز بتاعك هتشيلي طبق من الصلصة دي عشان نحطه فوق الوش، بيدي طبعا لون للمحشي بتاعنا. خلاص كده انا نزلت بالرز وهنزل بالخضرة. ادي الصلصة هي اللي بقولكوا عليها اللي احنا شلناها بنحطها فوق الوش، وهنقلب الرز مع الخضرة ونحط شوية النعناع الناشفين. وكده خلصنا الخلطة بتاعت المحشي بتاعتنا الجميلة. طعمها هيبقى حلو خالص مع الشوربة اللي احنا هنعملها. نروح نحشي المحشي ونرجع نعمل الشوربة بتاعتنا الحلوة. يلا بينا. عايز قاعدة طبعا المحشي ده. كده خلاص حشينا المحشي بتاعنا اهو. وادي الصلصة اللي احنا شايلينها، بصوا هنحطها كده فوقيها، بتدي لون طبعا وطعم تاني للشوربة. شايفين كده بنحطها فوق الوش. وادي التفريزات بتاعتنا بتاعة الفاصوليا وبتاعة السبانخ اللي عملناها النهاردة. هنروح بقى نجيب المكونات اللي هنعمل بيها الشوربة اللي هي من غير ولا فراخ ولا لحمة. يلا بينا. كده جبنا اهو 3 معالق سمنة حلوين، يعني شوية سمنة حلوين كده. وهننزل عليهم طبعا نخرط بصلاية حلوة. هنبدأ نعمل الشوربة اهي اللي من غير ولا لحمة ولا فراخ، وهنسقي بيها المحشي مع بعض وهيطلع طعمه وريحته جميلة جدا. بتحطي السمنة وتخرطي عليها بصلاية وتدبليها شوية طبعا، وتنزلي عليها ب3 فصوص توم وهنشوحهم مع بعض. ونكون محضرين التوابل والطماطمايه بتاعتنا. التوابل عبارة عن ايه؟ بهارات لحمة، حبهان، فلفل اسود، ورق لوري. وننزل عليهم برضي ونقلبهم مع البصل والثوم وهتاخدي احلى ريحة. وكمان هنبشر الطماطمايه بتاعتنا. ودي اسهل شوربة تعمليها لو انت عايزة تعملي المحشي ولا جنبه لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، وتكوني عملتي شوربة حلوة تسقي بيها المحشي بتاعك. وهننزل طبعا بالمية بتاعتنا ونظبط الملح ونسيبها تغلي غلوتين على النار. وهوريكم بعد ما تغلي هيبقى شكلها عامل ازاي. هتبقى شوربة حلوة خالص. كده ظبطنا الملح وهنسيبها تغلي غلوتين على النار. بصوا بقى بعد ما غلت، شايفين الجمال؟ احلى شوربة تعمليها للمحشي بتاعك. شايفين؟ وكده عملنا الشوربة بتاعتنا وهنسقي بيها المحشي وهيطلع طعمه جميل جدا. طبعا انا مزودة شوية المية بتاعتي عشان اتبقى شوية رز، فهسوي بيها الرز بتاع المحشي. نحط الطبق بتاعنا كده ونسيب المحشي يستوي وهوريكم بعد ما استوى شكله عامل ازاي. ادي المحشي بتاعنا بعد ما استوى. طبعا هنشيل الطبق بتاعنا. وكده عملنا احلى محشي بشوربة من غير ولا لحمة ولا فراخ، وهيطلع معاكي محشي جميل جدا. الخلطة طعمها حلو والشوربة طعمها جميل. هتعملي احلى محشي معاكي النهاردة. بس كده خلاص هنروح نغرف المحشي بتاعنا وهوريكم شكله عامل ازاي. يلا بينا. طبعا بنسيبه يهدى شوية وبعد كده عشان يسهل علينا واحنا بنغرفه. خلاص كده ادي المحشي بتاعنا هنغرفه. نقلبه بس شوية كده عشان نعرف ننزله طبعا في الطبق بتاعنا. ادي المحشي بتاعنا. شايفين الجمال؟ وكده تكوني عملت المحشي بتاعك بالشوربة بتاعتنا الجميلة. وادي لون المحشي الجميل. وكده يبقى الغدا بتاعنا خلص والفيديو كمان خلص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا باي.